يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب انتوا بتسمعوا الحلقة دي امتى. الحلقة دي تعتبر أول تجربة ليا في إني أتكلم براحتي عن الشغل اللي أنا بحبه، اللي أنا اتكلمت فيه قبل كده في فيديوز أقل من 3 دقايق، بس كانت مكتوبة في شكل سكريبت وكده. بعد شوية ملاحظات وبعد ما بطبيعة الحال غصب عني يعني تابعت الأرقام بتاعة الفيوز بتاعة الحلقات، لقيت انه حاجة زي كده محتاجة تتحكي في شكل ستوري تيلينج اكتر، مش سكريبت زي الفيديوز اللي بتنزل على تيك توك او انستجرام او كده. وقعدت الفترة اللي فاتت اجرب انزل فيديوز متصورة من العربية، متصورة وانا قاعد على المكتب بتكلم فيها من غير ما اكون محضر، انا عارف بس في دماغي انا عايز اشرح ايه. لقيت انه الفورمات ده بقى مريح اكتر بالنسبة للناس، فعشان كده قررت ان انا الافضل مش ان انا اكتب سكريبت، الافضل اني اللي جوه دماغي اطلعه ليكو بالريليفنس بقى بتاع ايا كان التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه. انا كنت وعدكم، معرفش اللي فاكر، في الفيديوز اللي كنت عاملها على التريدر لويالتي بروجرامز، اني كنت هعمل حلقة اتكلم فيها براحتي شويتين ثلاثة عن التريدر لويالتي بروجرامز او اللويالتي بروجرامز اللي معمولة للتجار. ايه الموضوع ده؟ آه، عشان برضو اللي مش مجمع يعني ايه لويالتي بروجرام، انا كنت شغال في شركة من اكبر الشركات بتاعه اللويالتي بروجرامز في العالم بلا مبالغة. بس هي تقدروا تقولوا ان هو يعني من التوب 5، ممكن اقول كده، في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجزء كمان من اوروبا. دي سكويرز، لو حد عارف الشركة دي سكويرز، في 2017 و18 و19 كانت هي تقدروا تقولوا المدرسة اللي بتطلع أي حد بيتكلم في اللويالتي في مصر على الأقل. ساعتها كان اللويالتي بروجرام بتعريفه البيزك اللي هو عميق جدا ولكن بيزك، هو انك ازاي تخلي العملاء يزيد الاستكنس بتاعهم مع البيزنس، ازاي يتعاملوا مع البيزنس بتاعك اكتر، وازاي يعملوا معاملات او ترانزاكشنز معاك حتى لو ما كانوش ناويين. يعني بدل ما انت رايح تشتري طلبات البيت، بدل ما تفكر في انك تجيبها من تحت البيت، لا انا عايزك تيجي تجيبها من هايبر تاني. بدل ما انت بتجيب مثلا زيت العربية، بدل ما بتجيبه من كل مرة من تاجر شكل، لا انا عايزك تجيبه من بوبل تاني. مثلا بدل ما بتجيب ايه مثلا مثلا كاوتش العربية بتاعك، بدل ما بتجيبه من فيتن فيكس مرة وتجيبه من غطاطي مرة وتجيبه من تامكو مرة، لا انا عايزك تجيبه كل مرة من تامكو. وكان كمان في سبب تاني للويالتي بروجرامز، وهو انا عايزك تبقى حاسس بالبريفليج بتاعت انك معايا، انك تقف على الكاشير بتاع سعودي سنة 2019 وتقول بالفم المليان انا فودافون ريد وعايز اجمع نقط، فيجري الكاشير يدور على الموبايل اللي موجود عليه البروجرام بتاع فودافون ريد ويروح باعت اليو اس اس دي وياخد رقم تليفون سعادتك ويجمع لك البوينتس. او انك ما تاخدش هذه البريفليج خالص ولا تقول اي حاجة لبتاع الكاشير، بس انت معاك كريدت كارد بتاعت بنك اهلي بتاعت سي اي بي وبتدفع بيها وبتاخد تريبل بوينتس عشان ده الكاتيجوري بتاعت الكارد بتاعك. ده كان شكل اللويالتي بروجرامز اللي موجود ساعتها او اللي الناس كانت عارفاه ساعتها. في سنة 2019 حصل حاجة بالنسبة لي أنا كانت جديدة. أنا كنت محظوظ إن أنا اشتغلت مع ناس كانوا كرييتيف قوي في أفكار البروجرامز، وبتكلم على هنا شغلانة مهمة جدا الناس بتقلل منها أحيانا، وهي البيزنس ديفلوبمنت. بيزنس ديفلوبمنت هو شغلانة بتختلف تماما عن السيلز بالمناسبة. بيزنس ديفلوبر بيبقى مطلوب منه انه يحل مشكلة باستخدام الادوات المتاحة في الشركة اللي هو بينتمي اليها، وبالتالي هو مش شخص بيبيع حاجة ثابتة، هو بيبيع فكرة او بيبيع حل. ولازم طبعا الحل ده يستخدم اكتر حاجات عنده سعرها كويس عشان يقدر يحقق التارجت، وفي نفس الوقت الحاجات دي ترضي العميل عشان العميل ده يكمل. شغلانة تبدو صعبة، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، لان هي بجد مظلومه قوي بان هي بتتوصف سيلز.
المهم انا كنت شغال او كنت محظوظ باني اشتغلت مع شويه عباقره في حته البيزنس ديفلوبمنت والناس اللي بتعمل بيزنس كيسز. كان معايا ناس كويسه قوي، ورسموا رسمه جميله لواحده من شركات الاسمنت في مصر. تقول لي لويالتي بروجرام لشركات الاسمنت. نسال السؤال رقم واحد: انت كيوزر عادي هتشتري كام مره اسمنت في حياتك؟ فكرت؟ غالبا هتلاقي نفسك هتشتري اسمنت مرة، اتنين، تلاتة يا سيدي. بس عمرك ما هتشتري اسمنت كل اسبوع ولا كل شهر ولا حتى كل سنة. بس مين اللي بيشتري اسمنت كتير؟ مجموعة من المهندسين او المقاولين. فهل اللويالتي بروجرام كان بيعمل تارجتنج للناس دي؟ اطلاقا. ساعتها شركة الاسمنت دي فكرت في فكرة لذيذة. قالت لك بدل ما هعمل لويالتي بروجرام اطلعه للناس واقعد بقى ازق الناس تشتري اسمنت، وده مش هيحصل. انا هعمل اللويالتي بروجرام ده للتجار. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نتكلم في حتة هي بتحصل subconsciously عندك انت كإنسان نازل يشتري حاجة. لو انت نازل تشتري كيس ملح، فانت بتشتري كيس الملح اللي مخك مقتنع انه ان شاء الله كويس ونضيف. لو انت نازل تشتري شكارة اسمنت، فيا اما هتشتري اللي التاجر هيقولك عليه، يا اما هتشتري اللي مهندس الديكور هيقولك عليه، او المهندس بتاع الانشاءات، او هو ايفر بقى ماسك البروجكت او ماسك حتى تشطيب شقتك. هتلاقيه بيقولك هات اسمنت كذا، هات اسمنت كذا، عشان الناس بتقول ان هو كويس، عشان الناس بتشتكي من حاجات تانية، وهكذا وهكذا. فساعتها شركة الأسمنت كانت عايزة ما تأثرش على رأيك انت دايركت، هي عايزة تأثر على رأي التاجر. فالتاجر يبقى مهتم انه المحل بتاعه لو بيشيل 300 شكارة يبقى على الأقل منهم 200 شكارة من هذه الشركة. ايه بقى؟ مهندس الديكور كل مرة ينزل يتفق للعملاء بتوعه على شكاير اسمنت، بيتفاجئ ان مفيش غير دي، او دي موجودة بنسبة تلتين للتلت، والتلت ده شامل كل شركات الاسمنت. يبدأ مهندس الديكور ده بشكل ما او باخر psychologically و subconsciously يبدأ يتأثر ويشوف انه افضل اسمنت هو اسمنت شركة اكس. يوم هذا المهندس او هذا المسؤول ينشر الجملة دي ما بين العملاء. الموضوع كان بالنسبة لي حلو. بالمناسبة هو كان معمول قبل شركة الأسمنت مع شركات زيت العربيات، بس أنا ما كنتش واخد بالي من زكاوة البروجرام ده لسبب وحيد. لأنه وأنا بعمل البروجرام ده لشركات زيوت العربيات ما كنتش حاسس إن أنا بعمل حاجة غريبة، بس لما جيت قريت البريف بتاع البروجرام وقال لك بنعمل لويالتي بروجرام لشركة أسمنت، فقعدت أول سؤال سألته: هو إحنا هنعمل لهم إيه؟ فلما سمعت القصة ساعتها وانا كنت لسه مش كبير يعني ولا خبرة قوي في اللويتي، بس ساعتها حسيت ان الموضوع عبقري قوي، لانه بجد الموضوع ذكي. بروح للتاجر، التاجر ده كده كده بيبيع لكل الناس، بس صدقني لو انت اديته الريكوجنيشن الصح او الابريشيشن الصح اللي مربوط ببرفورمانس ومربوط بتوزيعه للبرودكت بتاعك، انت هتبقى كسبته هو اكتر من الكومبيتيتورز بتوعك. خلينا اجيب مثال تاني. في سنة 2013 صدفة كنت شغال في مركز خدمة بتاع عربيات، كنت بجرب نفسي كمهندس ميكانيكا وكده. وكانت الجملة اللي بتتقال ساعتها، المركز ده كان بيصاين العربيات البي ام دبليو والميني كوبر، حاجات البافاري عموما. فساعتها انا فاكر انه اللي ماسك مركز الصيانة ده كان كل ما يجيله عميل معاه عربية فخمة اكس 6 ساعتها بقى، ولا عربيه مثلا، حتى كان بيجي لنا احيانا عربيات بره البراندز يعني بتاعت، كان بيجي لنا بورش، وكان بيجي لنا كذا حاجه. فكان دايما يقول لهم حطوا زيت العربيه شل، معروف شل يا جماعه انضف زيت عربيه. بعدها بسنه سنتين بدات اسمع جمله كده عامت في السوق بتاعت انه كالتكس انضف زيوت عربيه، وعشان هو من انضف الزيوت انت مش هتلاقيه كتير. لما كنت في شركه اللويالتي اللي انا كنت شغال معاها اللي هي دي سكويرز، كان في الاول بروجرام بتاع شل، وكان شل فعلا واخد السمعة بتاعت انه انضف زيت.
وموبل للكوميديا كان بيتقال عليه في السوق ما تجيبش زيت موبل علشان بيتبخر بسرعة، بيبوظ بسرعة، ما بتعرفش المكنة مش بتستفاد منه زي ما انت متخيل، فخليك في شيل احسن. ولما كنت حتى بتعلم في الكلية طلعت معظم الزيوت يعني ما فيهاش فروقات كبيرة قوي، بس ده اللي بيتقال في السوق، انا برضو مش ادرى انسان يعني. قوم ايه بقى، سنة 2020 يطلع اللويالتي بروجرام بتاع موبل. مش موبلاوي، موبلاوي ده ليكوا انتوا وليا انا بتكلم على البروجرام اللي طلع لتجار زيوت العربيات. ده طلع كمان مش بس لتجار زيوت العربيات، ده طلع للشخص اللي واقف بيبيع في بنزينة موبل. موبل بقت عايزة تسيطر على السوق من غير ما تبذل مجهود خطير. عملت لك بروجرام، روح جمع نقط لما تفول من بنزينة موبل بنزين 95، او لما تغير زيت في بنزينة موبل هتاخد بوينتس. ده تمام، ده جميل، بس عايز يلعب نفس اللعبة بتاعة مصنع الأسمنت. في خلال بنتكلم من 2020 لحد النهاردة، احنا النهاردة في وقت الحلقة دي 2025، بنتكلم تقريبا على 5 سنين فيهم اتغيرت اللغة في السوق، وبقى إياك تحط زيت غير زيت موبل. ليه؟ عشان اللي أنا بتكلم فيه، لويالتي بروجرام معمول للشخص الصح. شركة موبل وغيرها من الشركات بدأت تسأل السؤال الصح: هو أنا ليا كلمة على العميل؟ بس بنسبة قد إيه؟ وهل العميل فعلا هو البين بوينت اللي عندي، هو الحد اللي أنا محتاج أصحح العلاقة معاه، ولا في واحد في النص يقدر يغير الكلام تماما؟ مهما اتكلمت مع العميل كويس هيجي المعلم ده في النص يبوظ لي المعادلة. ومهما انا ما اتكلمتش مع العميل، لو الراجل اللي في النص ده ليه مصلحة في انه يبيع حاجتي هيغير الثقافة ورؤية العميل عن المنتج بتاعي. ده كان السبب في اللي اتعمل بسببه التريدر لويالتي بروجرامز، انه هي بتقدروا تقولوا تقنين شوية لفكرة السيطرة على السوق، احتكار السوق، بس بشكل مش وحش، لانه في الاخر التاجر حر، يقدر يفكس للريورد اللي بتجيله من اللويالتي بروجرام بتاعت شركة اكس ويروح يبيع لشركة واي، حقه. وكمان العميل لو دور شوية صغيرين هيلاقي زيت العربية بتاع شركات تانية، هيلاقي الأسمنت بتاع شركات تانية، كل الشركات شغالة. هو كل ما في الأمر إن في ماركت شير، وبتاع الماركتينج بتاع شركة الزيوت دي ولا شركة الأسمنت دي عايز ياخد شير أكبر شوية، فبيلعب بشكل أذكى شوية، وبياخد فراكشن من الكوست بتاع الماركتينج ويروح مطلعها في انه ازاي يتكلم مع التاجر مش العميل. لويالتي بروجرامز تفاصيلها كتير قوي وافكارها كتير قوي وانا بحب اتكلم فيها قوي الصراحة. وبعدين هتلاقوني بعد كده ان شاء الله في الحلقات الجاية بتكلم ما بين اللويالتي بروجرامز وحاجات كتير بتتقاطع معاها، من ناحيه الديجيتال ماركتنج، من ناحيه الجيميفيكيشن، من ناحيه الانجيجمنت، من ناحيه الديتا اناليتكس. موضوع بيبقى متشعب شويتين تلاتة، بس خليني اقول ان اول حلقه زي ما انا بجرب فيكم وتجربوا فيا وتشوفوني كده انا بعرف اتكلم حلو ولا لا. خلينا نقف هنا، واعتقد ان شاء الله في اقرب وقت ممكن هيكون في حلقه جديده عن موضوع اعتقد انه هيعجبكم، وهو ازاي تختار تعمل لويالتي بروجرام لمين. لانه الناس للاسف ماشيه في السوق تقول هديك على كل جنيه نقطه وهعمل لك لويالتي بروجرام للعملاء بتوعك. اشوفكم قريب.